تحولت حادثة تحطيم عين الفوار بسطيف إلى فضاء للتهكم والسخرية، وأضحى عباس من الوجوه الأكثر تداول عبر الفيسبوك، فظهر في صورة أفلام الأكشن، وأضحى يهدد التماثيل عبر العالم، في مقدمتها تمثال الحرية الذي اختبأ خوفا من عباس. أما عين الفوار فقد صرخت مثل ما صرخ ذات يوم رشيد نكاز. شوفوا الشعب الجزائري ما يقتلني، شوفوا شدر ما يقتلني، شوفوا شدر فيا، شوفوا يا الشعب الجزائري. عباس الذي حير كل الناس ضرب الأخماس بأسداس، وهجم على عين الفوار بالمطرقة بدل الفاس، فحطم الصدر والرأس. خرج ليها بالمرطو بالمنقار والمرطو، كسرها وكم تشوفوا واش دار لها، ونطلب له الهداية إن شاء الله. عباس حطم امرأة وتوعدته امرأة إنها تبحث عنك يا عباس. قسمت بالله العظيم حق الله العزيز على بالو بيا، وحضرت له غير ان الاولى عنده ما يدي خبط مني، والله العلي العظيم غا عنده ما يدي خبط، والله ماني طلقيته، الله غال ما حضرتلوش، كون حضرت له ما يمنعش مني، نعت لك الساعه المهبول واش اللي هو ولا صحيح واش اللي هو. هكذا يهرب بعض الناس من الواقع المر بالسخرية والتنكيت حتى مع البلية والمآسي.